ايه يا جماعه في ايه؟ ده انتوا دوله نفطيه، ده ده انتوا دوله. بتدخلوا 250 مليار دولار في السنه، منهم يا 160 مليار دولار غزو ونفط. بيروح فين ده؟ يا بيروح فين؟ بيروح للبوليزاريو والتسليح. 25 مليار دولار تسليح في السنه، مش لاقي تاكل وشعبك بيعاني وبتروح تدفع 25 مليار دولار عشان تتسلح. ويا ريت يا السلاح ده بتعمل بيه حاجه. الجيش الجزائري لم يتم تجربته. لا لا لا، عشان ما كنتش كذاب، جربوه. عارف جربوه امتى؟ 10 سنين قتلوا 250 ألف. يا 250 ألف من الشعب الجزائري، و25 ألف مفقود في العشرية السوداء. هي دي التجربة الوحيدة اللي الجيش الجزائري عملها. تجربة تانية ما راح 800 من الجيش الجزائري والبوليزاريو عشان يساعدوا بشار الأسد على قتل أهله، يا ومقبوض عليهم هناك دلوقتي موجودين، ورافض أحمد الشرع إن هو يسلموا لهم. يا وهو 25 مليار هو دولار بس. بتعملوا بيها ايه؟ بعثة المنورسو قلت لك بدأت ايه؟ 1991. وكلمة المنورسو معناها بعثة الأمم المتحدة لتقرير استفتاء تقرير المصير، واخد بالك، وحفظ ووقف إطلاق النار. من 91 لغاية النهاردة، يعني 35 سنة، يعني من عمر ابني الكبير، لم يستطيعوا دخول معسكرات تندوف وإجراء إحصاء. وما تعمل استفتاء على أساس إيه؟ على مفيش. اساس. هم مش عاوزين حد يخش يعد، عشان هم بيقولوا 166 ألف عشان ياخدوا مساعدات من الاتحاد الأوروبي بالمبلغ ده. الموجودين لا يزيدوا بأي حال من الأحوال عن 90 ألف، منهم الصحراوية الحقيقيين لا يزيدوا من 20 ل 25 ألف. تمام. طيب تعال بقى شوف المعركة القانونية اللي حصلت في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. خلاص، وهذا المجهود الكبير اللي على مدار 35 سنة في هذا الصراع، انتهى الموضوع إلى إيه؟ أن القرار التاريخي 2797 صدر في 31/10/2025، الذي أصبح عيدا بعد أن نصبه جلالة الملك عيد وطني للمملكة المغربية. وهذا الانتصار جاء في إيه؟ واحد، أدخل الجزائر طرف أصيل في النزاع، فأصبح النهاردة الأطراف 4 أطراف. أنت عارف يا صديقي أن أحمد عطاف حاول يدفع رشوة لقسم الترجمة في الأمم المتحدة، وأنا ليا أصدقاء فيهم، والكلام ده سمعته بقى بودني، يعني دي من مصادرها. حاول يدفع رشوة عشان الترجمة بتاعة الخطاب بتاعة القرار 2797 تبقى الطرفين بس، مش ال4 أطراف، وهيدفع مبلغ كبير جدا. قال له اسفين جدا ما نقدرش. الاطراف مغرب، الجزائر، موريتانيا، جبهة البوليزاريو، ويقعدوا على طاولة المحادثات، ليست مفاوضات، وهقول لك الفرق. خلاص. تحت ايه بقى؟ تحت السيادة المغربية، مذكورة صراحة في القرار. يعني ايه تحت السيادة المغربية؟ يعني تحت العلم المغربي، الراية المغربية، الجيش المغربي، الخارجية المغربية، الشرطة المغربية، كل مظاهر السيادة، العملة المغربية. يعني ايه بقى الحكم الذاتي؟ يعملوا ايه؟ ممكن يعني في الامور الجهوية، يعني التعليم، الصحة، بعض الضرائب الخاصة على العقارات والضرائب العقارية فقط. ليس لك ان يكون لك علم، ليس لك يكون لك نشيد، اللي هم النهارده بقى ما هخش لك بعد بقى ما حصل اللي حصل ده في القرار وتبعاته ايه؟ تبعاته ان الجزائر دخلت اصيله في هذه يعني القضيه، لانها فعلا الاصيله. هي اصيله. البوليزاريو هي التي تمثل الجزائر. خرجوا على ايه بقى يا فندم؟ لابد يقعدوا على طاوله للمحادثات وليس المفاوضات. يعني ايه محادثات ومفاوضات؟ مفاوضات يعني ممكن اتفاوض معاك، اقدم حاجه تانية وانت تقول لي لا، انت تقدم حاجه تانية انا اقول لك لا. لا 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 لا، مفيش حاجه جديده. انتوا هتروحوا تقعدوا على كيفيه تنفيذ الحكم الذاتي. الحكم الذاتي. يبقى مفيش كلام، يبقى مفيش مفاوضه، يبقى ده اسمها محادثات. قعدوا اول جلسه في مدريد، مدريد. وتاني جلسه في واشنطن، وانا اعدك قبل 1/5 هيكون الموضوع منتهي. يا قبل يا 1 كده 5 يا كده يا كده يعني. بقى اللي انت قلت عليه بقى اللي هو جو ويلسون
واخد بال سعادتك، وتيد كروز. جو ويلسون في مجلس النواب قدم مشروع لاعتبار جماعه البوليزاريو جبهه البوليزاريو جماعه ارهابيه وفقا للقانون الامريكي. يبقى لابد ان الكونجرس الامريكي يقدم مشروع القرار القانون ويتعرض على المجلس ويتم مناقشته وبعد كده يطرح للتصويت. فاذا اخذ الاغلبيه اللازمه يرسل الى مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ قال لهم لا لا لا، احنا كمان هنعمل واحد احنا كمان. ودي تبقى من القلاقل اللي يبقى فيه قانون متقدم بنفس الصيغه في الغرفتين في وقت واحد. سيد تيد كروز عمل جلسه تاريخيه في لجنه استماع لوزاره الخارجيه، بيقول لهم تعالوا قولوا لنا ايه اللي بيحصل هناك. فوزاره الخارجيه بيقول له والله احنا بنجد تعاون من الجزائر في مكافحه الارهاب. قال له نعم، اني ارهاب؟ قال له يعني في جماعات ارهابيه. قال له انت مش عايز تقول اسمها ليه؟ اسمها البوليزاريو. يعني مش عايز تقول اسمها ليه؟ النهارده البوليزاريو اصبحت ايه؟ اصبحت حوثي غرب افريقيا. ده تصريح تيد كروز. وكان في الوقت ده بيجهز مشروع القانون اللي قدمه قدام مجلس الشيوخ الامريكي باعتبار جماعه جبهه البوليزاريو جماعه ارهابيه، ما لم يتم الانصياع فورا والانخراط فورا وتسليم السلاح خلاص والدخول في الحكم الذاتي. الحكم الذاتي بقى ده هنتكلم فيه. اتفضل. حتى أستاذ أن اللي زاد ساعد على أن هناك أعضاء جدد من مجلس الشيوخ في الكونغرس اللي انضموا صوتهم أنهم عاوزين يصنفوا البوليزاريو كجماعة إرهابية. غير قبل البارح كان في واحد اسم جديد، أنا ما معيش الاسم بتاعه، ولأنهم الحرب بتاع إيران الإدارة الأمريكية ابتدأت تبحث إيه الجماعات اللي في العالم عندهم علاقة مباشرة مع إيران، فوجدوا أن البوليزاريو تاخذ سلاح وبتعمل تاخذ تدريبات من النظام الإيراني. فهم فكروا قالوا بأن البوليزاريو دي عاوزة تخلق لنا مشكلة في إفريقيا، في الساحل الإفريقي يعني. فمن هنا كانت أن دي من بين الدوافع اللي هتخلي عناصر كثيرة من الكونغرس حينضموا إلى لائحة الناس اللي بتطالب بتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية. صحيح. يعني شايف النقطة دي؟ صحيح. هو كمان هقول لك على حاجة. جو ويلسون قدم المشروع ده 2018 وكان ترامب قاب قوسين او ادنى، ولكن كانت هناك يعني ترامب كان مشغول جدا في اللي بيعملوه فيه الديمقراطيين، وان هو عميل روسي، وان هو بيدي رشوة لممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانييلز، فكان مشغول ولم يتم يعني دفع المشروع في 2018. قدم مرة اخرى يوم ايه بقى؟ افتكر معايا الميعاد ده، 24/6 خلاص 2025. ليه بقول لك افتكر ده؟ ان يوم 27/6 2025 اشكى اخواته ارخص غالي ابراهيم غالي ضرب 5 صواريخ كورنيت على محيط مدينة السمارة في الأراضي المغربية في الصحراء المغربية في الأقاليم الجنوبية. كانت موثقة 5 صواريخ وبالقرب من مطار السمارة وبالقرب من معسكرات المونورسو الموجودة في المنطقة. ده انا عملت حلقه فيه قلت لها في حد كده، في جنان كده في الدنيا؟ انت معمول لك مشروع قانون لسه متقدم من 3 ايام باعتبارها جماعه ارهابيه، تقوم تعمل عمل من اعمال الارهاب. عرفت الموضوع؟ الصراع بين الاجنحه في النظام الجزائري ما بين جناح السيد شنقريحه والسيد خايب سمي. فصديقي العزيز يعني هم اذكى اخواتهم فعلا. كمان اذكى اخواتهم في ايه بقى؟ واللي بيحصل في ايران ده بقى لنا شهر. يطلع السفير الايراني خلاص يهدد اسبانيا انه هيعطل الملاحه في مضيق جبل طارق وهيضرب اراضي اسبانيه. هيضربها بايه؟ انت اكبر صاروخ عندك 4000 كيلو فقط، اللي هو راح جارسيا، دييجو جارسيا، 4000 كيلو. هتجيب منين 5600؟ لا يا حبيبي، البوليزاريو عندها صواريخ قصيره ومتوسطه المدى وعندها طيارات شاهد 136 الهجوميه. فاللي هينفذ التهديد مين؟ البوليزاريو. اسبانيا تعالى استدعت السفير ووبخته وحملته رساله للنظام الايراني خلاص بان اي اعتداء على مصالح اسبانيا وعلى مضيق جبل طارق تمام سوف يقابل بمنتهى العنف. ده بقى اللي سخن الموضوع في امريكا. حتى انا قلت في حلقه من الحلقات قريبا جدا ستروا السماء تتلألأ في سماء تندوف. قريبا جدا.
استاذ انا واعدك يتبع ده هيحصل قريب.